صندوق النقد راجع مصر والنتائج ممكن تقلب السوق كله. ده لسان حال ناس كتير دلوقتي بعد ما رئيس الوزراء أعلن اقتراب زيارة صندوق النقد لمصر، والكل دلوقتي على ميعاد مع مفاجآت كتير هتحصل في الأيام اللي جاية حرفيا هتغير شكل الاقتصاد المصري، وخصوصا بعد إعلان الحكومة عن صفقة عالم الروم وقبلها زيادة أسعار الوقود. بس يا ترى إزاي الصفقة دي هتأثر على قرار صندوق النقد؟ وإيه مصير الدولار؟ وهل هتكون في شروط جديدة تانية ولا خلاص كده؟ ويا ترى إيه اللي هيحصل لو وافقوا على الشريحة الخامسة والسادسة؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا النهاردة في الفيديو ده. من ساعة ما رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال إن كلها أسابيع وبعثة صندوق النقد الدولي توصل مصر، والكل بيسأل يا ترى المرة دي هيتم مراجعته وناخد القرض ولا لأ، خصوصا إن المراجعة الخامسة كانت المفروض تحصل في يوليو اللي فات واندمجت مع المراجعة السادسة بسبب تأخير برنامج الطروحات الحكومية. بس خليني أقول لك إن الاقتصاد المصري الفترة الأخيرة حصل له طفرة كبيرة محدش كان يتخيلها. ده كفاية الصفقة الجديدة، صفقة عالم الروم اللي الحكومة عملتها مع شركة الديار القطرية. الصفقة دي لوحدها كانت دفعة قوية جدا لمصر، وهتساعدها تكمل المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي، واللي قيمتهم حوالي 2.4 مليار دولار. هتسألني وتقول لي طب ليه؟ ببساطة كده الصفقة دي وغيرها زي راس الحكمة هتخلي صورة الاقتصاد المصري قدام العالم تبان أكثر استقرارا وتدي ثقة للمستثمرين، وده أصلا اللي عايزه صندوق النقد. الصفقة قيمتها كلها حوالي 29.7 مليار دولار، منهم 3.5 مليار دولار كاش الحكومة هتستلمهم قبل نهاية ديسمبر الجاي، والباقي اللي هو حوالي 26.2 مليار دولار هيكون استثمارات على مراحل خلال كذا سنة، وده بيخليها من أكبر الصفقات الاستثمارية في تاريخ مصر الحديث. المشروع نفسه هيكون في الساحل الشمالي قريب من مرسى مطروح، هدفه إنه يعمل مدينة ساحلية وعمرانية متكاملة فيها شغل وسكن وسياحة، يعني هيوفر فرص شغل كتيرة جدا وهيحرك قطاعات كتير قوي زي البناء والخدمات وكمان السياحة. الدكتور أحمد معطي خبير اقتصادي قال لموقع مصراوي إن الصفقة دي دليل واضح إن الدولة ماشية صح وملتزمة بشروط الصندوق، وبتجذب عملة صعبة جديدة، يعني استثمارات حقيقية تدخل البلد وتعمل حركة في الاقتصاد. وبالنسبة لتأثير الصفقة على سعر الجنيه فهي صفقة ضخمة جدا في العملة الصعبة، فطبيعي إنها تزود الاحتياطي النقدي وتقلل الضغط على الجنيه. كمان قال إن حصول مصر على 3.5 مليار دولار ده قبل نهاية ديسمبر هيقوي الاحتياطي النقدي ويخفف الضغط على الدين الخارجي، وكمان هيوفر سيولة جديدة علشان الدولة تمول احتياجاتها الأساسية. وبيأكد إن المشروع ده هيعمل رواج كبير في سوق العمل وقطاعات الحديد والأسمنت ومواد البناء، وهيخلق آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، وهينشط كمان حركة العمران والخدمات في الساحل الشمالي. طب ايه اللي هيعمله صندوق النقد لما هيوصل لمصر؟ ويا ترى هيفرض شروط جديدة؟ مبدئيا كده دكتور محمد معيط اللي بيمثل مصر في مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قال إن مصر بعد المراجعتين دول هيحصل فعلا إن احنا هنحصل على 2.4 مليار دولار، وكمان في شريحة تانية من صندوق الصلابة والاستدامة قيمتها 274 مليون دولار وهتضاف معاهم، وده حسب موقع العربية. قال كمان إن في خطة جديدة للطروحات الحكومية عملتها الحكومة بالتنسيق مع الصندوق علشان تبقى أنسب وأكثر وضوحا. كمان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قال في مؤتمر صحفي إن الأمور مع صندوق النقد ماشية في مسارها الطبيعي ومفيش أي ضغوط من ناحيته، وده معناه إن مفيش أي شروط جديدة، لأن بالفعل الوقود اللي كان عليه أزمة خلاص سعره زاد 2 جنيه يعني تقريبا. ده غير إن برنامج الطروحات الحكومية الدولة ماشية فيه وناوية تسرع وتيرة البرنامج ده، وده اللي أكده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مع عدد من الوزراء بالتزام الحكومة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بأسرع وقت ممكن وباحترافية كبيرة وبمشاركة خبرات من القطاعين العام والخاص، وبكده تكون الحكومة نفذت شروط صندوق النقد. والمفاجأة بقى إن الحكومة سبق وأعلنت إن مصر مش هتحتاج تاني قروض تانية من صندوق النقد خلاص، وما بقيناش محتاجينها. العملة الصعبة عندنا منها احتياطي كفاية لأول مرة توصل لأكتر من 50 مليار دولار، وده رقم قياسي ما حصلش قبل كده، والكلام ده حسب ما أعلن البنك المركزي. طبعا كل اللي فات هيأثر على سعر الدولار، وده اللي أكده هاني جنينة الخبير الاقتصادي، واللي توقع وصول سعر الدولار ل 45 جنيه بسبب صفقة عالم الروم، وفي حالة إن أوضاع قناة السويس تستقر وتزيد إيراداتها من تاني. دلوقتي قول لنا شايف إن ده ممكن يأثر على سعر الدولار في الفترة اللي جاية؟